خير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم وحلقه جديده وبرنامج الستات. اسره يوم الاثنين دايما اسره مميزه بتقدم فقرات متنوعه ومواضيع شيقه مش بتهم بس السيده لكن بتهم كل فرد من افراد الاسره. النهارده كمان احنا هيكون معانا مفاجاه مش هنقولها دلوقتي، لكن تعالوا دلوقتي نتعرف على اهم المواضيع اللي احنا هنتعرض لها النهارده من خلال حلقتنا. معانا النهارده فقره يمكن كل الساده المشاهدين بيطلبوها، ويمكن بنلمس ده من خلال الاتصالات التليفونيه اللي بتجيلنا. معانا فقره ابداع وانتاج. ابداع وانتاج هيكون معانا لقاء مع المهندسه نجوى بكر مصممه الاشغال اليدويه. النهارده هنقدم اول يعني نقول اول حصه في تعليم الكروشيه وازاي ان احنا نمسك الابره ونعمل السلسله. معانا ايضا من المواضيع المهمه جدا ومواضيع المفروض لازم الانسان هو يهتم بيها هو الحفاظ على جسم الانسان وعلى صحته. من الحاجات عشان نحافظ على صحتنا لابد ان احنا نتبع نظام غذائي يكون صحي، لكن البعض احيانا بيتبع بعض الانظمه اللي عشان يحقق الرجيم ممكن ان هي يكون لها بعض الاثار السلبيه وممكن انها تؤدي الى الاكتئاب. عايزين نتعرف على هذا الكلام، هيكون ده من خلال لقاء الدكتور ايهاب ابو النجا استاذ التغذيه والصحه العامه. معانا ايضا فقره مسجله وهي عن طريقه عمل المكياج للبشره السمراء اللي كل الستات والبنات في مصر هي تبقى دايما بشرتنا هي البشره السمراء، وايضا بعض الطرق للف الطرح. معانا ايضا من الفقرات اللي دايما ثابته في برنامجنا ومطبخ يوم الاثنين. النهارده معانا الاستاذه مها مرعي خبيره الطهي، والحقيقه احنا بنقدم سلسله الصناعات الغذائيه في المنزل. بعض الصناعات اللي احنا بنعملها في المنزل بدل ما بنروح نشتري المنتج من الخارج، فبالتالي احنا بنضمن المنتج ده ان احنا عاملينه بايدينا، وفي نفس الوقت ان احنا بنوفر بعض النقود. النهارده هنتعرف وهنعرف طريقه تصنيع الجبنه البيضاء بانواعها والزبادي ومربى العنب. دي كانت الفقرات اللي احنا هنرتقي بيها النهارده. احنا في انتظار تليفوناتكم على هذا الرقم 58 41 483. مره ثانيه 58 41 483. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل فقرات برنامجنا، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مره ثانيه ومن مطبخ يوم الاثنين بنحييكم، واسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذه مها مرعي استاذ فن الطهي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيبه يا مها. كل سنه ومشاهدينا الكرام كلهم بخير. العد التنازلي بدا على شهر رمضان الكريم وكل سنه وانتم بألف طيبه وبخير يا رب. وانت طيبه وبخير. الحقيقه احنا فقره متميزه جدا وهي سلسله صناعات غذائيه. المفروض ان احنا بعض المنتجات بدل ما بنروح وان احنا بنشتريها من الخارج، لا احنا ممكن نصنعها في بيتنا، فبالتالي بنضمن صحتنا. الحاجه الثانيه ان احنا بيبقى فيها برضو توفير. النهارده نقول هنعمل ايه بقى، هنقدم ايه؟ احنا النهارده باذن الله هنعمل الزبادي وهنعمل الجبنه البيضاء بانواع مختلفه، وان شاء الله هنحلي بمربى العنب باذن الله. ان شاء الله. بنبدا بايه الاول يا مها؟ اهم حاجه بس في تصنيع الجبنه والزبادي اللبن.
احنا لما بنشتري الجبنه من مصدر مش واثقين منه ممكن بيكون اللبن مغشوش، فممكن بتسبب لنا لا قدر الله في امراض كتيره. ممكن يكون مش معقم، يعني ممكن يكون اللبن سليم بس مش معقم. نعمله في البيت، بنغليه كويس، لازم نغليه يوصل لمرحله الغليان، وافضل اقلب فيه مش اقل من 5 دقائق دي نقطة بعد ما مهمة يوصل جدا لمرحله خاصة الغليان. في الصيف، يعني المفروض ان احنا بنغليه اكتر من مرة اللبن. بالظبط. والتقليب بيعمل ايه؟ التقليب بيخلي الميكروبات اللي بتبقى في القاع بتهرب للسطح، فانا لما بقلب الميكروبات اللي هربت للسطح بنزلها تاني فبتموت. دي حاجة. الحاجة التانية عايزة الفت نظر حضراتكم ان احنا لما اللبن بيبرد وبنشيله في التلاجة لازم نغطيه، يعني لازم نغطيه. لو ورقة خضار وقعت فيه او اي حاجة حصلت انها جت بالغلط في اللبن هيتلوث ويعمل لنا برضو امراض ما احنا في غنى عنها. وبعدين على فكرة اللبن من الحاجات اللي بتلقط الريحة بسرعة، يعني عشان كده احنا بنقول لازم يبقى فيه غطا للبن في التلاجة، محدش ابدا يسيب اللبن وهو عادي بدون غطاء. بالظبط. وعلى فكرة عايزين حتى بقى انا شايفاكي انا بغلي اللبن هنا، انا غليته قبل كده بس لازم اوصله لمرحله غليان تاني. تمام. ايوه علشان هنعمل منه الجبنه لازم يكون مغلي. في الاثناء دي احنا هنعمل ايه؟ عايزه بس اقول لحضرتك لو عامله دايت او ماشيه على نظام غذائي وعايزه تخسي، بعد غليان اللبن سيبيه يبرد خالص وحطيه في التلاجة وانزعي القشطه منه، يبقى كل منتجاتنا اللي هنعملها النهارده اما كامله الدسم او خاليه الدسم. لو كامله الدسم انا غليته ومحتفظه بالقشطه جواه. لو انا عامله دايت لازم اسيبه يبرد واحطه في التلاجة متغطي، احط اللبن متغطي وبعدين اشيل القشطه خالص. بعد ما بشيلها ابتدي استخدمه، اصبح لبن خالي الدسم. عملت بيه زبادي اصبح الزبادي خالي الدسم. عملت بيه جبنه بيضه بكل انواعها اصبحت برضو دايت منزوعه الدسم. احنا هنبتدي بالزبادي ان شاء الله. احنا بنحتاج في الزبادي معلقتين من الزبادي الجاهز، بنحطهم كده، بنضربهم كده. على فكره دلوقتي الزبادي اصبح مكلف، يعني الواحد لو هو فعلا بيشتريه من بره من المحلات بيلاقيه فعلا اسعاره كل مدى في زياده، ويمكن حجم الزبديه نفسها بدات تقل، يعني نفس السعر او بيعلوا الاسعار والكميه نفسها اصبحت قليله، فبالتالي فعلا يعني مش اي حد بيقدر النهارده يشتري الزبادي من السوبر ماركت. مظبوط. وبنفس الطريقه اللي هنعمل بيها الزبادي اقدر بعد كده ان انا اعمل له سلطه زبادي. ممكن اعمل منه زبادي للاطفال بالعسل، اقنعه للوجه. خبراء التجميل بيقولوا لنا ان الزبادي بالعسل بيبقى جميل جدا للبشره، وفي نفس الوقت انا مش هيكلفني نص تكاليف زي ما هاله قالت. فعلا التكلفه من بره بيبقى ضعف الثمن. انا لازم بس بضربه كده كويس عشان اضمن ان ما فيش فيه كلاكيع كده. يبقى انا كل ده سر نجاح الزبادي ايه. انا على فكره اتسالت كتير ليه الزبادي بيفشل. في نقطتين لو اتعملوا غلط بيفشلوا الزبادي. اما ان اللبن بيكون بارد قوي مش دافي، فالبكتيريا النافعه اللي في الزبادي مش بتشتغل، واما ان اللبن بيكون سخن قوي فالبكتيريا بتتقتل. فانا لازم احافظ على درجه حراره دافيه للبن قبل ما اضيفه هنا على يعني هو يكون دافي يا مها، مش يكون دافي، لا هو ساقع مش هيشغل البكتيريا. انا دلوقتي باخد الزبادي الجاهز ده معلقتين بضربهم، بيحصل ايه؟ ان انا يعني البكتيريا النافعه اللي فيه بشغلها باللبن الدافي. اذا كنت انا حاطه اللبن بارد مش هتشتغل، حطاه سخن قوي هيقتله. بعد كده بروح ضايفه لتر اللبن بيحتاج مني معلقتين كبار من الزبادي، فانا هصب هنا. اللتر اللي هو عباره عن 4 كوب 4 كوب او اللي هو كيلو لبن. تمام، يبقى 4 كوبايات تقريبا. انا بعمل كده. ده المفروض ده ايه؟ ده لبن دافي. ده الدافي. واعرفه منين انه دافي؟ ان انا ممكن احط نقطه كده على صباعي بره اشوفها ان هي يعني زي ما بيقولوا ايه دمعه العين، لا سخن قوي ولا بارد قوي ولا ساقع. بقلبه كده. انت بتقولي بارد دي برضه اسكندرانيه يقولوا ساقع. معلش يعني اسكندريه دول احسن ناس طبعا، واخواتنا وحبايبنا. القاهريين اللي زينا بيقولوا بارد، لكن على كل حال احنا بنقول ساقع. اسكندرانيه دول احسن ناس طبعا. عايزه اقول لك على نصيحه تخلي الزبادي ينجح معاكي وبدون مكن وبدون اي مجهود. احنا كده خلاص عملنا الزبادي، ما خدش وقت خالص. سر نجاحه بقى اللي احنا حطينا اللبن دافي ولازم اغطيه، يعني لازم اغطي اللبن. اغطيه ليه؟ علشان بخلي درجه الحراره اللي انا حطيتها في اللبن اللي هو الدافي يحتفظ بالحراره بتاعته. ان كنا في الشتاء لازم اولع الفرن مثلا دقيقتين واطفيه واروح حاطه الزبادي متغطي. ليه؟ لان في السقعه قوي مش هتشتغل البكتيريا النافعه اللي فيه. لو احنا دلوقتي في فصل الصيف
انا هغطيه بس مش هفتح الفرن ولا حاجه، هحطه في الفرن وهو مطفي. صدقيني الطريقه دي بتبقى يعني سهله جدا ومش محتاجه مجهود ومش محتاجه اي انا عايزه اقول لك تجهيزات. على حاجه، احيانا بقى ايه بنعمل ايه، بنقوم واخدين الزبادي كده وحاطينها في الشمس، لاننا عندنا شمس حلوه قوي، فممكن هو بيتسوى مجرد ان احنا بس بنطلعه ساعه او ساعتين في الشمس، هو هيتعمل وهو وبيتعمل زي الفل. بس عايزه اقول لك مش هيبقى صحي قوي لان وجوده في التراب متعرض. لا هو متغطي ومحطوط بس في كده. الشمس مش اكتر من كده. بالظبط ممكن، لان الشمس هتعمل انا عمل بقول ان احنا يعني عندنا ما شاء الله الشمس رائعه في الصيف ممكن. وجو النهارده حر جدا الحقيقه. في الشتاء الحقيقه مش هتنفع، في الشتاء مش هتنفع. ادي الزبادي بعد ما عملناه يبقى كده احنا كده خلاص. بيبقى شكله كده تمام. بيبقى متماسك وجميل، ولا احتاج مكن ولا احتاج اي مجهود وبكل بساطه. وعلى فكره فعلا فعلا الزبادي كامل الدسم، حطاه الكيلو بقشطته طعمه رائع. عايزه نعمل دايت قبل ما هنغلي اللبن، هكون انا بعد ما غلينا اللبن وبرد شلنا القشطه. يبقى كده احنا عندنا حاجتين، هنعمل زبادي وهنستخدم كمان القشطه. يعني في اي حاجه تانية ممكن احنا قشطه ومربى. اعمل معاكي ايه بقى؟ سلطه زبادي. ممكن بالكميه دي كميه كبيره تكفي 4 اشخاص. انا ممكن اعمل منه سلطه زبادي، هحط معاه فصين توم، معلقه صغيره ملح، اقطع خيار متقشر وبشر نعناع ناشف. تبقى سلطه زبادي مغذيه وجميله جدا. لا الحقيقه انا بحط ملح وتوم ونعناع ناشف وخيار متقشر. تمام. مغذيه وجميله جدا. معانا اتصال هاتفي. الو. الو. اهلا وسهلا. من فضلك نتعرف على اسم حضرتك. اهلا بيكي. ميمي. اهلا وسهلا بيكي يا مدام ميمي، منورانا دايما والله. ميرسي. بتوحشينا. كتر خيرك. ربنا يخليك. انا عايزه اقول عشان انا بعمل الزبادي في البيت. تمام اتفضلي. اما بشيل الوش بتاع اللبن وانا مطلعاه من الثلاجه بيبقى ميه ما بيجمدش. دي نمره 1. تمام. نمره 2، لو اخدت الكوبايه الزبادي اللي انا عملت بيها اللي عملتها يعني واعمل بيها تاني مش بيجمد كويس. لازم اجيب كوبايه زبادي من اللبان عشان هو حاطط فيها منفعه. مظبوط كلام حضرتك صح. مظبوط. ما تنفعش الكوبايه اللي انا عملتها قبل كده. مظبوط. وما بشيل الوش وهو طالع من الثلاجه ما بيجمدش. لا انا هقول لحضرتك صراحه دي ملحوظه رائعه، انا بحيي حضرتك عليها. وانا بحييكي برضو، وانا هقول لك ليه ما بيجمدش. ربنا يخليكي، منورانا دايما والله. ميرسي متشكره. العفو، شكرا لحضرتك. نورتينا. الله يسلمك. هقول لحضرتك هي ملاحظتها وجيهه جدا. تمام. فعلا انا لو عملت الزبادي بتاعي ده وحاولت اخد منه اللي احنا بنسميها الخميره، يعني انا الزبادي ده ما ينفعش اعمل منه زبادي تاني. كلام المدام صح. ليه؟ لان ده خالي من المنفعه. انا خلاص استخدمت. هو في على فكره يا جماعه في حاجه اسمها المنفعه بس. المنفعه بتستخدم في الزبادي وفي الجبنه البيضاء. فعلا انا لو عملته بالمنفعه ممكن، اللي هي عند الناس المتخصصين سوبر ماركت او اللبان، لكن انا دلوقتي استخدمت خلاص اللي فيه المنفعه، عملت كده. ده اللي بيسموه ما ينفعش اخد منه تاني معلقتين واعمل تاني زبادي مره ثانيه. ففعلا زي كلام المدام اجيب بقى لبن زبادي جديد من عند اللبان، اخد منه معلقتين واستعمله، مش اللي انا عملته هعمل منه خميره تاني. على فكره دي الخبره مره واحده. دي الخبره. الواحد كل ما بيشتغل كل ما فعلا بيبقى فيه خبره. الحقيقه انا اول مره اعرف موضوع، لان فعلا كنت بعمل كده. انا كنت باخد من الزبادي اللي انا عاملاه ما كانش كان بلاقيه سايب، لان مش حاطه له منفعه. لو انت حاطه له منفعه او انت عاملاه بروفيشنال بقى زي السوبر ماركت او اللبان ينفع. يعني الملاحظه الثانيه اللي المدام قالت عليها ان بعد ما بتغلي اللبن وتسيبه يبرد بتشيلي القشطه بتلاقيه صايص او زي الميه. هي لازم بقى في الحاله دي ممكن بتزود شويه الزبادي اللي هي جابته من عند اللبان. يعني تحط معلقتين كميه الزبادي، حطي 3. تمام. حطي 4 ودفي اللبن، لان ممكن حضرتك تكوني مش بتحطي اللبن دافي. لو دافي يبقى زودي معلقه كمان. بس استاذنك معانا اتصال هاتفي. الو. ايوه. صباح الخير ولا مساء الخير؟ مساء الخير. مساء الخير. نتعرف على اسم حضرتك. مدام مروه. اهلا وسهلا بيكي يا مدام مروه. انا معجبه جدا بالبرنامج خصوصا من حلقه ام الدين بجد. ربنا يخليكي يا رب، ده من ذوقك بس. ربنا يكرمك. فيها. الله يخليكي، ميرسي جدا لحضرتك. الله يكرمك. كلمه بس مدام مها. اهلا بيكي، منوره الدنيا. ربنا يخليكي. في اي سؤال تحبي تقوليه؟
انا عايزه بس تعيدي ترتيب زبادي بالظبط، وكنت عايزه ايس كريم بس يكون حلو يعني. عناية ليكي عناية ليكي. بتطلب ايه؟ الايس كريم، وان شاء الله الحلقه الجايه شاء الله. هنعمل حلقه خاصه عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين، كلها هتبقى مخلل ان شاء الله. ايه رايك حضرتك؟ رايك ايه كمشاهده كريمه وغاليه عندنا؟ ايه رايك نخلي الحلقه الجايه كلها مخلل، زيتون وليمون وبصل؟ يا ريت يا ريت. خلاص نعملها الحلقه الجايه. يعني هو كل ده احنا بنقدمه في سلسله الصناعات الغذائيه اللي احنا ممكن نعملها في المنزل. انا بشكر حضرتك جدا، بشكرك جدا. الله يخليك. على فكره هاله، انا سعيده قوي بتواصل المشاهدين معانا، الحمد لله، وبدعوهم انهم يقولوا لنا اقتراحاتهم، علشان ممكن نعمل حلقات للمربى، يعني حلقه للمربات، حلقه للعصاير. تمام. رمضان جاي ممكن نعمل مرطبات ان شاء الله باذن الله. احنا كده خلصنا الزبادي وده عملناه لفرد واحد، ما كلفناش حاجه خالص. الحاجه الثانيه ان هو الوقت كان سريع جدا جدا والطريقه بسيطه جدا. يا ريت حتى بناتنا اللي هم في سن 14 و15 سنه، ايه المشكله ان هم احنا نعلمهم ازاي ان هم يعملوا الزبادي مكن ولا تعقيدات ولا حاجه. كده بقى لما الواحده بتاكل من ايديها، يعني من عمل ايديها، اكيد هيبقى لها طعم مختلف تماما. ايديا وحياه وحياه عينيا. طب احنا المفروض بقى بعد الجبنه على طول، الجبنه بيغلي اهو، هنبتدي في الجبنه. نقول مقادير الجبنه برضو. تمام. الجبنه البيضاء هنعملها بطريقه واحده، هنطلع منها كذا طريقه بطريقه سهله وبسيطه من غير مكن ولا حاجه. هنعمل منها جبنه ريكوتا اللي هي الجبنه اللي بتستخدم في الحلويات وخصوصا في الكنافه. هنعمل جبنه ملح خفيف، هنعمل جبنه عاديه، الجبنه البيضاء العاديه اللي بناكلها كل يوم، هنعمل جبنه بالفلفل، وبرضه هنقول نفس الملاحظه. ده كل ده هنعمله معاه. الو، ايوه اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متعرف على اسم حضرتك؟ مدام هبه. اهلا وسهلا بيكي يا مدام هبه. انا بشكرك على البرنامج دوت، بصراحه بنستفادوا منه كتير. الحمد لله، ودي حاجه جميله. يعني هو ده الهدف، ان يبقى فيه فعلا افاده لكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. كنت عايزه اسال مدام مها بس. اتفضلي. يا ريت بس حضرتك تجيب لنا طريقه الجبنه القريش. جبنه القريش. تمام. يعني لانها دايما بتبقى. انت بتعملي دايت كنت ولا لسه هسأل بتعملي دايت؟ ايوه. طب انت لازم تشيلي القشطه بقى. احنا كنت لسه دلوقتي بقول نغلي اللبن ونسيبه يبرد، شيلي القشطه. طب والجبنه القريش بالذات غير البيضه بتبقى طعمها. بالظبط. انا اعملها لك في حلقه الجبنه القريش بالتكات والتفاصيل بتاعتها. طب يا ريت حضرتك. وعايزاكي دلوقتي تعرفي ان كل القشطه اللي بتشيليها خزنيها، وهقول لك على طرق هايله تعملي منها الزبده، ازاي تحولي القشطه لزبده، وازاي تعملي منها كيك، وازاي يعني تستغني عن شراء السمنه والزبده خالص. يا ريت حضرتك تبقي معانا على طول. ربنا يخليكي، ده شرف ليا والله. انا بشكرك جدا جدا على اتصالك، ودايما احنا دايما معانا في مطبخ يوم الاثنين بنوفر، وفي نفس الوقت بنعمل صناعات غذائيه بسيطه جدا نقدر ان احنا كلنا نعملها. الجبنه اللبن كده المفروض ان هو على النار، يغلي على النار. انا غليته قبل ما نطلع على الهواء، غليته قعدت 5 دقايق. بتعيشي مره ثانيه يا مها على طول. هو احنا على الهواء كده بغليه. تمام. بعرف بس نشوف الادوات بقى اللي احنا هنستخدمها. انا باخد سلطانيه ومصفى وربع متر من الشاش الواسع. الشاش الواسع متوفر في المنشيه ومش غالي. متوفر في المنشيه ومش غالي. بجيب السلطانيه والمصفى، بحط عليهم الشاش كده. وبعدين النظريه بتاعه الجبنه اللي احنا هنعملها عباره عن ايه؟ نظريه التجبن. ان انا بخلي اللبن بتاعي يتجبن بابسط الطرق. انا عايزه اقول لك على حاجه، وبخصوص المدام الكريمه الاخت الفاضله اللي اتصلت في الاول قالت على المنفعه. انا دورت كتير على المنفعه في اسكندريه ما لقيتش حقيقي عشان نعملها، لكن لقيت ان البديل عن المنفعه اللي هي الطريقه اللي باستخدام الليمون. استخدام الليمون. احنا هنعمل ايه؟ استاذن حضرتك. اللبن سايبينه كده على النار يوصل لدرجه الغليان. بعد كده هنعمل له الليمون، هنعصره. يعني احنا مقاديرنا عباره عن كيلو لبن عليها عصير ليمونتين، والشاشه والسلطانيه والمصفى. احنا كده سيبناه يوصل. يبقى كده احنا مشاهدينا الكرام بنعمل طريقه الجبنه نقدر ان احنا ننفذها في البيت. حاطين اللبن على النار لغايه ما يغلي، وقبل كده احنا غليناه، دي تاني مره احنا بنغليه. واللي هنستخدمه ليمونتين. وايه بقى ده الفلفل ده تبعنا؟ على فكره الطريقه دي احنا قلنا هنعمل منها كذا طريقه. يا اما جبنه ملح خفيف للي عنده ضغط ما ياخدش بقى الجبنه المالحه، هنشيل الملح منها خالص. احنا سايبين اللبن دلوقتي يغلي. هنعمل ايه؟ هنحط عليه عصير الليمونتين.
الحقيقه طرق مفيده جدا جدا. يا ريت كل سيده وكل بنت بتشوفنا دلوقتي يا ريت يكتبوا المقادير معانا عشان فعلا ننفذ طريقه عمل الجبنه في البيت. ادي الليمونه الاولانيه. من اول ما تحط الليمونه انا طفيت النار، يعني مش لازم مرحله الليمون تكون على النار. تمام. اهو. هو برضو ايه حاجه غريبه ان الواحد يحط الليمون على اللبن، يعني هيقطع على طول. هيقطع على طول. ليه؟ ايوه بالظبط كده. هيجبن على طول. أيوة. على طول. فعايزه اقول لحضرتك ان الجبنه البيضاء عاملها في البيت من اسهل ما يمكن. ولو عايزين طرق كمان احنا ممكن نعمل الجبنه الكاسات اللي هي عامله زي الجبنه المثلثات اللي ولادنا بيحبوها في السندوتشات. ممكن هعمل للاخت الفاضله اللي اتصلت الجبنه القريش في حلقه زي ما الله. ان شاء الله باذن الله نعملها لها في حلقه باذن الله. وانت لو شلتي القشطه والله فعلا بتدي نفس النتيجه. مها مش عايزه اقول لك انا شايفه فعلا خلاص بقت جبنه الحقيقه. يعني هنشوف دلوقتي مع الساده المشاهدين ان فعلا ننزلها بس تحت بعد اذنك. انا خايفه بس عشان ايه الخشب اهو هتبتدي على طول في ثواني بتبتدي تتجبن. في ثواني اهو لقيناها ان هي عباره عن قطع دلوقتي، عباره عن قطع جبن اهي بنطلعها بالمغرفه زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا قطع ما بقاش بقى عباره عن لبن، هي فصلت الميه عن قطع الجبنه. بالظبط. احنا لو صفيناها بقى اللبن اتحول لشرش، يعني الليمون جبن اللبن وكل اللي فاضل ده هيبقى ايه شرش. هنبتدي بقى نحطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. وعلى فكرة الحر بيخلي الحاجة تتماسك على طول. يمكن في الشتاء بتاخد وقت اطول، في الصيف ما بتاخدش وقت خالص اهو. وبنسيبها تصفي. في المرحلة دي بقى انا عايزة اقول لو عايزين نحط ملح في المرحلة دي هنحط لو عايزين نحط فلفل نحط. يعني مرضى الضغط اللي هم ما بيقدروش ان هم ياخدوا املاح خالص ممكن ان الواحد فعلا ما يحطش ملح. بالظبط كده. وبعدين احنا دايما بنقول راينا ان بلاش الملح يكون كتير قوي، يعني على قد ما نقدر نخفف شويه الملح والسكر لازم نخلي بالنا من الافراط في استخدامه. انا كده حطيت الجبنه هسيبها في الشاشه. في المرحله دي بقى كده بنسيبها قد ايه؟ كده اصبحت جبنه ريكوتا. هنسيبها ساعه تبرد، ساعه كده تبرد وتهدى. لو انا سبتها في الوضع ده اسمها جبنه ريكوتا. هي كده جبنه ريكوتا. ليه؟ لان ما فيهاش ملح خالص. اعمل فيها ايه بقى؟ هسيبها تبرد في الشاشه ساعه وبعدين احطها في الثلاجه. اطلعها من الثلاجه هحط عليها معلقه سكر صغيره، شويه فانيليا وماء زهر وهرسها بالشوكه. اصبحت جبنه ريكوتا للحلويات. في الكنافه اذا احيانا ربنا باذن الله في رمضان ان شاء الله هنعمل طرق كنافه بكل الطرق بالكريمه والجبنه والمكسرات وعثمانلي وكل اللي انتوا عايزينه. الجبنه الريكوتا دي طريقه سهله جدا. كل اللي عملناه ان احنا حطينا بس ليمونتين على كيلو اللبن. على اللبن هنسيبها كده وهنضمها بالشاشه يبقى كده ساعه وتبرد نحطها عملناها جبنه ريكوتا. ادي طريقه. الطريقه الثانيه انا عايزه جبنه بيضه عاديه بتاعه الاستخدام كل يوم. هعمل ايه؟ هجيب الملح، دي معلقه صغيره ملح بحطها هنا على الجبنه وبقلبها. بص حضراتكم حتى لو الكاميرا جايبانا اهو بقت قطعه واحده متماسكه اهي ما خدتش دقايق يعني في خلال ساعه هتكون قالب من الجبنه واضمها بالشاشه واحطها زي ما هم كده في الثلاجه اما تبرد. طب انا عايزه اسالك سؤال بقى. انا يعني لو ان عندي لبن واللبن لقيته قطع هل اقدر ان انا اعمله ولا ما ينفعش؟ يعني بصي انا حطيت اللبن وبعدين فوجئت بيه. لا حطيتي غلي ولا ما غلى؟ غلى وبعدين سبته في الثلاجه ممكن يكون يومين او 3 بس طبعا الجو حر احنا بنطلع فصل. هل ده اقدر ان انا استخدمه ولا ده كده ما ينفعش؟ طالما غليتيه وغليه تمام التمام واثقه منه خلاص ينفع. طبعا هتصفيه كده. يعني مفيش حاجه ابدا بتترمى، مفيش حاجه ابدا بتبوظ. بصي يا هاله طالما اتغلى يبقى هو معقم ما تخافيش منه. تمام. خلاص ادي احنا كده عملنا نوعين، عملنا الريكوتا للحلويات وعملنا الجبنه البيضاء العاديه حطينا الملح بس. طيب انا عايزه ولو انا عندي ضغط مثلا او المرضى الضغط ربنا يشفي الجميع مش هحط الملح. طب عايزه اعمل طريقه جديده. ادي الفلفل الرومي لو بحب الفلفل الحامي. انا عن نفسي بحب الفلفل الحامي قوي. هحط مع الفلفل الرومي حامي ونروح مقلبينه كده. تمام بقت جبنه بالفلفل. جبنه وممكن نحط بقى بالزيتون يعني عندنا بقى تشكيلات رائعه من الجبنه البيضاء سواء بالزيتون سواء بالجزر بالفلفل. بصي حضرتك تنويعات بنلخبط كده ده مع ده كده وبعدين بندخله. يا ريت تطلعيها هنا بس عشان تكون واضحه للساده المشاهدين. خلاص نطلعها من الشاشه كده اهي
وعلى فكره انا عايزه اقول لك تتعصر حاجه، ولا مش احنا بتعصريها؟ مش هنعصرها قوي عشان ما تنشفش. الملاحظه دي برضو انا حصلت لي في البدايه، عصرتها جامد، يعني عملت كده وبقيت اعصرها جامد قوي. فاللي حصل يعني عملت كده وقرصت عليها جامد، فاللي حصل صفت ميتها جامد ونشفت، ما بقتش حلوه. لما بدات اريحها كده انا بس هعمل كده، بس كده مجرد ان احنا واحطها كده من زيادات كده اهي اهي كده، وابيتها كده في المصفى واحطها تبرد وتحط في الثلاجه من غير ما تقرصيش عليها في الضغطه دي عشان ما تنزلش ميتها كلها. الفراخه هنا بس تمام، ايه ان هم الساده المشاهدين نبقى شايفينها بس ايه من غير شاش، تبقى واضحه. يبقى عملنا ريكوتا وعملنا جبنه بيضه من غير ملح وعملنا جبنه بيضه بالملح وعملنا بالفلفل. تمام. طيب بقت الجبنه البيضه المفروض ان هي بقى ايه ندخل الفلفل بعد او ما الزيتون بقى او بتبرد اي حاجه بتحبوا ان احنا نعمل كده. يبقى احنا عملنا طبق كده نوعين. دي بقى في الاخر جميل حقيقه جميل. ايه رأي حضراتكم في الطبق؟ بسيط وسهل، وانا ضامنه اللبن غليته كويس، وضامنه ان انا عملت اكله صحيه وكامل الدسم. لو انا مش عامله دايت، لو عامله دايت بشيل القشطه. وده الشكل النهائي بتاعه. الحقيقه المنظر شهي جدا جدا، يعني جزء بالفلفل والجزء الساده، ونقدمه في الفطار او نقدمه في العشاء. حاجه جميله جدا، ويمكن مها عامله لنا ديكور جميل، يعني كل مره اللي هي بتبدعي في الديكور كل ذوق جميل خالص. يسلم ايديكي. تسلم ايديكي وعينيكي ما تحرمش. ونقول لكل امركم اللي انتوا عايزينه اطلبوه، نعمله حلقات عمليه ان شاء الله. ان شاء احنا دايما بنستقبل تليفوناتكم. احنا بنشكرك وهنرجع لك تاني في نهايه الحلقه مع النهارده. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل فقرات برنامجنا، خليكم معانا.